السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أميرة المطبخ، في وصفة جديدة أو تحلية اليوم هي تحلية تقليدية قسنطينية، واللي هي المحلبي اللي يتحضر في سهرة رمضان أو في صينية السماط ونقدموه مع الشريك. ويلا نشوفوا طريقة تحضير والمقادير تاع المحلبي. المقادير تاعنا سهلة، واللي هي 7 كيلات حليب مع كيلة محلبي أو أرز مطحون مع كيلة من ماء الورد راس القطار. هنايا استعملت، نتوما اللي ما عندهاش تستعمل ماء الورد عادي، ومع كيلة سكر في طنجرة ولا كاسرونة. المهم حاجة ثقيلة. نبداو نحطو المكونات تاعنا. هنايا بديت بالحليب، حطيت 7 كيلات تاعي، ودرك رايحه نحط الكيله تاع الماء ورد. كيما قلت لكم الماء ورد مش شرط يكون ماء الورد الحر، اللي عندك تخدمي به، كل وحده ومقدورها. انايا خدمت بالمقطر، ماء الورد المقطر. الله يبارك ريحته فاحت في الكوزينه. هنايا نكمل، حطيت الكيله تاع السكر. من المستحسن بالكيله هذيك تنقصوا منها صبع ولا 2 صباع باش ما يجيكمش حلو بزاف. ونحط الروز الملحي اللي هو المحلبي المكون الاساسي، نحطه ونحرك مليح حتى يذوب السكر. وكيما قلت لكم في الاول، هنايا البارد في البارد، مازلت ما حطيتوش فوق النار. ونحطوه على نار دليله. هنايا كيما نحطو فوق النار لازم نبقى نحرك فيه مليح، ونحرك باه ما يلصقليش في الطنجره. هنايا كيما راكم تشوفوا، على قد ما راني نحرك فيه على قد ما راهو يتقال. شوفوا القوام تاعو كيفاه تبدل. ولا هنا بعد ما فات شويه وقت، شوفوه كيفاه عقد لي كيما راكم تشوفوا، وتقال القوام تاعو. ورجعته فوق النار شويه ونحيته. هنا كيما قلت لكم لازمكم تبقاو تحركوا فيه. وهنايا وجد لي المحلبي تاعي كيما راكم تشوفوا. شوفوا القوام تاعو كيفاه قاعد، الله يبارك. المحلبي تاعي ملس، ما فيه حتى تكتلات. هنايا زدت حركته مليح قبل ما نحطه في صحن التقديم ولا في ليفيغين، باش نقول لكم باللي المحلبي لازم تحطيه في صحن التقديم ولا في ليفيغين تاعك وهو سخون. خاطر كنت تخليه في الطنجره ولا في الكاسرونه تخليه يبرد، يدير لك القشره هذيك اللي يفسد لك الشكل تاعو خلاص. وراكم تشوفوا هنايا راني كملت، راني نقدم فيه في ليفيغين تاعي وتاني في صحن تقديم. طريقه التقديم تعتمد على واش عندك نتيا، مكسرات ولا. انا هنايا زينته بشويه لوز والجوز. هنايا كيما قلت لكم التقديم في يديكم، تقدروا تاني تزينوه بالقرفه ولا بورد الشوش. كيما قلت لكم التزيين اختياري. وهذا هو المحلبي تاعنا بعد ما زيناه. ان شاء الله تجربوه في شهر رمضان لسهراتكم ولا لقعداتكم الزينه. ومحلاه المحلبي كي تزيدوا تقدموا معاه الشريك. نتمنى تجربوا الوصفه ونكون عند حسن ظنكم. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير. ما تنساوش تدعموني في قناتي على اليوتيوب أميرة المطبخ، وتتابعوني في الانستغرام لي برانسيس دو كويزين. وإلى اللقاء وإلى فيديو آخر.